مساء الخير، مساء الفل على كل مشاهدي النهار اليوم واللي بيتابعوا طبيب اليوم في يوم جديد وإن شاء الله يكون مفيد. طبعا أكيد 3/4 حضراتكم عايزين تخسوا، يعني اللي عايز يتخن نسبة مش كتير، لكن المشكلة إنه بعد يعني فترات طويلة من الدايت والرجيم بنعاني من مشكلة تانية بنواجهها، وهي الترهلات اللي ممكن تنتج عن ذلك. مش بس بعد الرجيم أو بعد أنواع الدايت المختلفة، كمان السن ليه دور ما نقدرش ننكر ده. الحمل، الولادة كمان ليهم دور، وشكل الترهلات بيكون مزعج جدا. كمان بالنسبة للشباب وللبنات، الجانك فود والمأكولات السريعة وحياتنا السريعة زي المأكولات دي كمان ليها دور. قلة الرياضة وعدم ممارستها بشكل مناسب، مش لازم يوميا، برضو بتلعب دور. الحقيقة كلنا بنعاني أو بتزعجنا شكل الترهلات المختلفة اللي ممكن تكون موجودة، سواء في الوجه، سواء في الجسم، سواء في الرقبة، في الإيد، في أي منطقة من مناطق الجسم. خلينا نعمل فوكس شوية على هذا الموضوع الهام جدا، ويا ريت حضراتكم ما تروحوش أي مكان لأنه فعلا هيهمكم وهتستفيدوا منه مع ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور أشرف كامل، استشاري جراحات التجميل والليزر والسمنة، عضو جمعية جراحة التجميل المصرية، زميل البورد المصري للجراحات المتخصصة، ورئيس مجموعة افروديت الشرق الأوسط. منورنا يا دكتور. منورة بحضرتك. اهلا بيك وبالبرنامج الجميل بتاع حضرتك. الله يخليك يا دكتور. تحب نبتدي منين؟ تحب نبتدي بأسباب الترهلات، تزود على اللي انا قلته او تفصل اللي قلته اكتر كل أسباب الترهلات يعني برؤيتك الطبية بقى المتخصصة. حضرتك لخصتيهم في ال3-4 جمل الحلوين بتوع المقدمة. انه الترهلات ليها اسباب معروفة جدا جدا، اللي هي اشهر اسباب الترهلات في العالم كله وفي مصر خاصة ما بعد الولادات. تكرار الولادات. ليه؟ لأن احنا عندنا نسبة تعداد السكان عدت 90 مليون، فطبيعي ان هو كل ولادة بتحمل بعدها ترهل. فأول ولادة بتعمل ترهل بنسبة بسيطة، تاني ولادة تعمل تراكم على الأولاني تبقى متوسطة، تالت ترهل والرابع والخامس خلاص كده دخلنا في ترهل عميق. يبقى من أشهر أسباب الترهلات في مصر وفي العالم تكرار الولادات. تمام. خاصة ان احنا في مصر عندنا هنا السيدات بتوعنا سيدات يعني فاضلات، لكن الموروث القديم بعد الولادة اقعدي في السرير، ما تتحركيش، ما تقوميش، ياكلوها ويحطوا فرخه بدل العيل ويديوها حلبه بالسمنه البلدي. بس بص يا دكتور، ما هو ده برضه مطلوب برضه، ما هو ما ينفعش بعد الولاده نقوم بقى نجري بقى والكلام ده. هي بعد الولادة بيبقى وزنها 70 كيلو، بعد ما يزغطوها 60 يوم وزنها يطلع 90 كيلو. طيب لا، احنا المفروض بعد الولادة على طول، مجرد ما دكتور النساء يصرح لنا ان الجرح خف، لو كان قيصري او الولادة الطبيعية بيخف اسرع، ننزل نلعب رياضة. مش هقول ننزل لازم نروح جيم، عشان في ناس مش متاح بالنسبة لها جيم. على الاقل رياضة منزلية. قد ايه؟ 30 دقيقة. جمعية الامراض القلب الامريكية اوصت بأن 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع كفيلة بأنها تمنع حدوث ترهلات بعد الولادة. اللي هم إيه بقى ال30 دول؟ 30 دقيقة رياضة. إيه؟ يعني تمرينات. نوع الرياضة إيه؟ الرياضة دي هيندرج تحتها أسهل أنواع الرياضات في مصر. ما تقومش بقى رياضة عنيفة وتبهدل نفسها وممكن أسهل أنواع الرياضات في مصر، وده برضو توصية جمعيات في لندن. المشي، الجري، ركوب الدراجات. طبعا هنقول ركوب الدراجات مش متاح كتير بالنسبة للسيدات يعني بتوعنا واخواتنا وبناتنا، لكن المشي متاح. انت مش بتنزلي تروحي تجيبي خضار للبيت وتنزلي تروحي الشغل وتنزلي تودي الطفل للمدرسة وتنزلي تجيبيه من المدرسة، امشي نص ساعة، انزلي نص ساعة بدري، امشيه لغاية الميعاد اللي انت هتجيبيه. معاكي عربية، اركني العربية بتاعتك وامشي نص ساعة وارجعي للعربية بتاعتك. لكن احنا بنتحرك، لو الناحية التانية من العربية انا هجيب حاجه من الشارع من الناحيه الثانيه بلف بالعربيه. يعني مثلا لو هشتري مثلا اي حاجه من سوبر ماركت بلف بالعربيه، بنزل قدام السوبر ماركت عايز يا ريت تدخلني جوه بالعربيه. المشي من اهم انواع الرياضات. طيب. المشي اللي فيه مد، يعني امد، مش امشي على مهلي، لا امد، ده افضل انواع الرياضه. طيب، ده بالنسبه لاسباب الترهلات المشهوره في مصر. في اسباب ثانيه
ظهرت حديثا مع التقنيات الحديثه وبعد سنه الشباب 1997. اللي سنهم صغير دلوقتي والبنات ترهلات مش طبيعيه. ما انا اوضح لحضرتك النقطه دي. بعد سنه 97 منظمه الصحه العالميه اوصت انه السمنه وباء عالمي. وباء. الارقام عدت ارقام انها تبقى حاجه مفرطه او حاجه يعني لا تذكر، فبقت وباء عالمي. بعد سنه 97 بدانا نعاني من، هي تخنت او هو تخن، بدأ يعاني من أمراض السمنة فمضطر يخس. فبعد ما يخس خسله 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو تظهر الترهلات. بوست ويت لوس، ترهلات من أول الوش لغاية الرجلين، ترهلات في كل ده منطقة ممكن يبقى الجسم. من بعد الدايت؟ لا، ما هو الدايت ليه ظروفه وليه حساباته. يعني إيه؟ يعني واحدة هتخس من 5 ل 10 كيلو، لا مش هيبان عليها ترهلات خالص، مفيش أي مشكلة. في قد إيه؟ في أسبوع، لا هيبان عليها ترهلات. يبقى تخس من 5 ل 10 كيلو على فترة أطول، يعني علشان تحافظ كيلو إلى 2 على كيلو في الأسبوع، إنه جسمها يكون مشدود. بالظبط تقصد كده. وفي نفس كده. الوقت تمارس أخف أنواع الرياضة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي المشي. على الأقل يعني. على الأقل. الفترة دي كل ما تطول وأنا بخس كميات قليلة غير لما أخس 50 كيلو 30 كيلو 25 كيلو هيبان ترهلات. طيب إيه رأيك نقسم الترهلات بتاعة الإنسان؟ يعني هنبتدي بقى نتكلم عن ترهلات الوجه لوحدها خالص، ترهلات الرقبة وبرضو اللغد لوحدها، وبعد كده الثدي والأيدي والأرجل والبطن اللي هي الشهيرة الخطيرة اللي كلنا بنبقى هنتجنن منها. فنبتدي بقى بالوجه. أولا الجمجمة دي الجمجمة دي أنا جايبها علشان ترهلات الوجه. طبعا دي مش باين فيها أي ترهلات لأن ده عظم بس. ترهلات الوجه المشهورة جدا عبارة عن إيه؟ حوالين العين لما بنضحك ايجينج يبان السن. أول لما نضحك يبان السن على طول. في العينين والرقبة أشهر حاجتين بيبينوا السن، العينين والرقبة. احنا نبطل نضحك ولا نعمل إيه طيب؟ لا نضحك. طب إيه؟ بس نروح لدكاترة التجميل. طيب. عشان لما نضحك ما يبانش علينا أي علامات. حوالين الوجه هنا بيحصل فيه تجاعيد اسمها كراوس فيت اللي هي رجل الغراب أو رجل الطائر الشهيرة. الرقبة برضو بتبين الترهلات بشدة، خصوصا كل البنات والسيدات تقول لك أنا أول ما أعمل رجيم أخس يبان في وشي. مظبوط. جميل. يبقى الرقبة ليها علاج، حوالين العين ليها علاج. والترهلات اللي هي نيزوليفير فولد اللي هي ما بين الأنف والشفايف. طيب. دي علاجها بسيط وسهل في كلمتين. هنا بنحقن بوتوكس. البوتوكس مفيش فيه أي مشكلة خالص، غير إن هو ليه مدة معينة أراوند 6 شهور وبيروح ونحتاج نحقنه تاني. وده اوفيس وورك، يعني بتعمل في العياده 5 دقائق والمريضه بتروح ومحدش يحس انها حقنت. اي سن، حتى أي لو سن. الشباب بنت صغيره اي سن بس طلع عندها ترهل يعني، ما هو مضايقها، ما هو ممكن وهي مفيش منه اي اضرار، مثلا والدها او والدتها يقولوا بس دي صغيره على انها تحقن بوتوكس، مفيش مشكله. ده واخد FDA ابروفد، يعني واخد موافقه منظمه الادويه والاغذيه الامريكيه، يبقى هو معتمد وبقى له سنين شغال، واحنا بنشتغل بتريد نيمز، اسماء كبيره اسماء مشهوره. انا لسه كنت هدخل في موضوع نقطه مهمه جدا في جراحات التجميل. لا ما هو معلش الماده نفسها عليها دور كبير جدا برضو، بالاضافه الى مهاره الطبيب اللي بيقوم بعمليه الحقن. الاثنين مهمين. بعد ما نخلص موضوع البوتوكس، المنطقه دي بنحقن فيها عبارة عن فيلر، المواد المالئة، وبرضه في حاجات FDA ابروفد واخدة موافقة منظمة الأدوية الأمريكية علشان نبقى ضامنين جودتها وضامنين انها ما تعملش مضاعفات. انا مش هقول لك احسن حاجة ايه دلوقتي يا دكتور، هتقول ما فيش داعي عشان ما نعملش اعلان، ولا في داعي؟ لا ما بنقولش اسماء. مش عارف. لا ما بنقولش اسماء. طيب. بعد ما الجزء دوت الرقبة فيها موضوعين. لو الترهل هنا بسيط وفي دهون في منطقة اللغد، ايوه، بندخل بآلة رفع دي حوالي 2 مللي، ايوه، يعني خمس سنتي. طيب. من ثقب رفع صغير دي بس في المنطقة لحظة دي. دكتور، دي مش رفيعة، دي تخض. لا ما هي دي بعد ما نقفل بتقفل كأنه خدش. واحنا بنختار المكان اللي ندخل منه. هنا في كسرة هنا عندنا كلنا في المنطقة دي. ايوه، بندخل ايه، نسحب الدهون الموجودة. ايوه بالظبط كده. بنفتح فتحة هنا، انا جايب الجمجمة عشان كده، وندخل بدي تحت الجلد عشان ما حدش يقول لك هتخش في زوري، لا مش هتخش في الزور خالص ولا الرقبة. تحت الجلد في المنطقة دي، ونوصلها بجهاز ليزر او الفيزر، بتطلع موجات معينة من التيب دي. الموجات دي تفتت الدهون وتدوبها، تخليها زي السمنة السائلة. وبعدين
نشفطها عن طريق ثقب في الكانيولا الجميله دي. طيب قبل ما نكمل كلامنا لان النقطه دي غايه في الاهميه، خلينا نشوف الفيديو اللي بيوضح تماما اللي ذكرته ونرجع. ده آلة الليزر داخله بتحرق الدهون، شايفين الدهون بتكش وهتبدأ بعد كده تشفط الدهون. آلة الليزر هنا طبعا دي صورة مكبرة 200 مرة ولا حاجة، دي سمكها من 2 ل 3 مللي. يعني دي حاجة من الحاجات الحديثة يا دكتور، الحديثة اللي هي دلوقتي أصبح يعني معمول بيها. أنا عندي في مجموعة أفروديت في حاجة اسمها الأساليب الذكية للجراحات التجميلية. احنا بنعمل ابحاث على مستوى العالم كله، بنجيب احدث حاجه في العالم كله ونحاول ننشرها في الصفحه بتاعه الفيسبوك بتاعتنا، ونحاول ننشرها في الميديا الاعلانيه. انا ليه قلت كده؟ لانه قبل كده كنت بعمل يعني وقفات تجميليه كتير جدا. كان بيتقال انه المنطقه دي خيوط او نستخدم خيط او خيطين، هي جريدز، هي درجات، يبقى ده جزء، يبقى دي مدرسه بالظبط. بتقولوا دلوقتي ده مدرسه تانية خالص. هي احنا بنسميها الاساليب الذكيه للجراحات التجميليه. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نقلل المانوفرز، نقلل التدخلات الجراحيه بالزبط. ونزود التقنيه الحديثه. طيب الآلة اللي بتسحب الدهون دي وبتفتتها زي ما ذكرت، يعني أنا عايزة أقول إنه طب أنا محتاجة مش بس أدوب الدهون، محتاجة إن المنطقة تتشد. برافو عليك، أنت جبتي المفيد. الفيزر مسؤول عن الجزئية دي. الفيزر ده عبارة عن جهاز ليه ويف لينس معين، بيطلع ترددات معينة. في تردد يكسر الدهون وفي تردد يشد الجلد. تمام، يبقى التردد اللي بيكسر الدهون ده في الجهاز اللي قدامنا دلوقتي. ده ليزر. طب في نفس الوقت لحظة، في نفس الوقت الفيزر معاه ولا بعديه؟ لا ده ليزر، ده تكسير الدهون. طيب. وتفتيتها بالليزر. أوكي. الفيزر ما بيطلعش ضوء لكن بيطلع موجات معينة. ده بعد ما يخلص ده؟ لا ده موضوع يشبه ده بس مش نفس الشكل ده. أنا فاهمة. أنا دلوقتي بعد ما ده يخلص بعد ما ندخل بالفيزر، تقصد كده؟ بعد ما يشفط مش في نفس الوقت. لا هو الفيزر بيعمل الحاجتين. الحاجتين. يعني في نفس الوقت هيفتت الدهون ويشد. برافو عليك. يعني بس في ويف لينس بتفتت وويف لينس بتشد. بعد ما نخلص سحب الدهون نعمل الويف لينس بتاعت الشد. لا ده كلام جديد خالص يا دكتور، ومهم ان احنا نلقي عليه ضوء في البرنامج. احنا على قد ما بنقدر بنوضح للساده المشاهدين اللي هي الاساليب بتاعتنا دي طبعا احدث اساليب على مستوى العالم. بنحاول نجيبها ونمصرها ونشرحها بصوره بسيطه. حلوه ممصره. طبعا يعني دي بلدنا اغلى بلد في الدنيا طبعا. الجزء الثاني لو في ترهلات شديده بقى هنعمل الاتي في اللغد. لو من 1 ل 2 هنشفط ونشد بالفيزر. تمام، كده خلصنا. بنلزق بس باندج كده حوالين المنطقه دي علشان يساعد فيه ان الجلد يطبع على الوضع اللي جوه، اللي هو ناخد الزاويه القائمه. ده بياخد وقت قد ايه؟ ده بياخد حوالي من 10 دقائق لربع ساعه بس. بيحتاج حقنه بنج ولا كريم بنج موضعي ولا ايه؟ بنج موضعي ومنوم عشان المريض ما يتخضش من شكل اوضه العمليات. وبنج موضعي في المنطقه دي بس، بنبنج المنطقه دي بس. يعني سهل جدا. 1 و2. طيب 3 و4 الترهلات رقم 3 و4 بنعمل لها ايه؟ الفتحه الصغيره اللي هي كانت 2 مللي بنزودها شويه تبقى ايه؟ سنتي الى سنتي ونص الى 2 سنتي حسب شكل الترهلات. تمام. وبنخش من هنا نشد العضله. في هنا عضله اسمها بلاتيزما، العضله دي عامله زي المنديل، مفروده كده من الرقبه من اول الودن للودن الناحيه الثانيه، واخده المنطقه دي كلها. العضله دي لما بنكبر في السن بيحصل لها ترهلات. طيب العضله دي بقى محتاجه تتشد. بالظبط. مظبوط. هو ده الجراحه شد الرقبه. بنعملها من خلال سنتي ونص فتحه هنا فلا يمكن حد يشوفها غير جراح التجميل. تمام. ولازم نقول للست او البنت ارفعي رقبتك لفوق عشان نشوفها. لانه ما بيبانش، لانه خياطه تجميليه. بعد ما نشد العضله بنشد الجلد فوقيها والعمليه نحط عليها بلاستر تجميلي علشان الجرح ياخد. دي اللي بتاخد 10 دقايق ولا دي حاجه ثانيه؟ دي بتاخد حوالي 45 دقيقه. تمام بالظبط. معقول برضو يعني جدا. وبرضو ممكن تتعمل ببنج موضعي بس منوم عميق. تمام. هنخش الخطوه اللي بعدها. اشهر حاجه في مصر مشاكل البطن. لا والنبي يا دكتور، مشاكل البطن علشان انا جاي لي عليها اسئله قد كده. عشان انا محضر فيديو عليها برضو. طبعا. ترهلات البطن اللي ولدت فوق المرتين خلاص غالبا بيبقى عندها ترهلات في البطن. محتاجه تدخل.
هنقول تدخل جراحي، بس عايز ابسط نقطه مهمه جدا. كل مصر بتخاف من شد البطن، بتخاف من اسم العمليه، مظبوط، لانها جراحه تجميليه مش بالشفط بس. احنا في نفس العمليه دي بنشفط دهون، نعمل وسط، لان الست بيبقى عندها في نفس الوقت بتنحت نحت. طيب اتش دي بنعمل حاجه اسمها هاي ديفينيشن. اوكي، هاي ديفينيشن يعني نحت الدهون، بنجيب الجلد على العضلات بالذات في الجنبين، والمنطقه اللي هنا دي اللي بيسموها الاستومك او بيسموها المعده، هي مش المعده ولا حاجه، هي بس فوق المعده من بره. بنفضي الدهون من المنطقه دي ونفضي الدهون من الجنبين. خلاص خلصنا من الوسط اتعمل والمنطقه دي نزلت اتشفطت. طيب الترهلات اللي اسفل السره لغايه مكان جرح القيصريه او لغايه اول الحوض اهو الفيديو، هي دي العمليه. هي طبعا العمليه هنا بتخوف منظر، لكن ده ديمو. بعد ما بنعمل العمليه دي بناخد 3 طبقات بنشتغل فيهم، الجلد والدهون والعضلات. طبعا ما بنخشش لا الرحم ولا الامعاء ولا المثانه ولا اي حاجه ليها علاقه بجوه البطن. طيب. كل شغلنا انا عايز اسال سؤال واحد. العمليات دي حسب معلوماتي انا القديمه بيبقى اسمها شفط، وبعدين تقريبا الدكتور بيحط شبكه، مظبوط؟ الشبكه اون اند اوف يعني بلس ماينس. ايه الشبكه دي؟ وهل دلوقتي بقت معمول بيها ولا دي احدث؟ لا انا بتقولوا ده احدث. اولا الشبك نفسه ده يعني حصل فيه جريدنج في التطور للاحدث، ما عشان الناس تفهم وما يعني ما تخافش، لانه الامور بقت اسهل. اللي ولدت 5 مرات يعني انا كان عندي مثلا واحده الاسبوع اللي فات والده 6 مرات. سمك عضلات البطن الطبيعيه اتبطط. يعني ايه اتبطط بالظبط؟ هقول لحضرتك زي البفتيك. لما بتروحي تشتري بفتيك الجزار بيجيب اللحمه ويقعد يدق عليها علشان تتبطط تبقى رقيقه خالص كده. هو ده اللي بيحصل من تكرار الولادات. تمام. عضله البطن الرئيسيه اللي احنا بنشوفها في كمال اللي كانت لسه موجوده دلوقتي اللي لونها احمر دي بتتبطط وتفلطح فيحصل فيها ترهل فتمط. فاحنا بنعمل لها ايه؟ بنرجعها بقوتها اللي هي مستديره ونحط فوقيها شبكه حمايه عشان ما يحصلهاش فتاء فيما بعد. ايوه، من هنا بقى جت فكره الشبكه. بالظبط. الشبكه دي تقدري تقولي طبقه كانت فقدت مع تكرار الولادات، انا بعوضها بالشبكه. طيب الشبكه دي في منها وسائل كتير حديثه بحيث المريضه ما تحسش خالص انها حطت شبكه. انواع معين من الشبكه. الشبكه لازمتها ايه؟ بتعمل لي طبقه زياده عشان البطن تفضل مشدوده. طيب لما ما يحصلش ترهلات وبتفضل كده يعني خلاص بتقعد بقى لونج تايم ولا ليها مده؟ اللي بيغير عدسه عينه في الكاتاراكت، طب ما هي العدسه بتقعد على طول. انا قصدي انه بعد العمليه وممارسه الحياه العاديه بقى العامه تطمئن خلاص ان بطنها مش ترجع زي الاول. هو ده السؤال. لا يمكن ترجع زي الاول الا لو ولدت 6 تاني. اذا عملت الموضوع ده تاني من اول وجديد. لكن لو ولدت ولاده واحده لا ما يجراش حاجه. طيب ده مهم ان احنا نطمن الناس. ده مهم جدا. الشد بقى النهارده احنا بنجريه عشان لازم اقول الجمله دي مهمه جدا. عمليه الشد اخطر ولا عمليه الزايده؟ لا عمليه الزايده اخطر. طب القيصريه اخطر ولا شد البطن؟ القيصريه اخطر. ليه؟ لانه الجرح اللي بيعمله جراح النساء او جراح العام علشان يعمل الزايده منه او القيصريه منه بيخش في عمق البطن لغايه التجويف البطن. صحيح. اللي هو داخل البريتون. ايوه. لكن احنا ما بنوصلش خالص لتجويف البطن. كاننا بنشتغل جلد وتحت الجلد، كاننا بنشتغل على الاكياس الدهنيه. وبنشتغل على الجلد الزياده. دي عمليات قبل وبعد. هنا بيفور وافتر يا دكتور صح؟ دي بعد العمليه. حتى باين هنا الصوره هنا كانت مختفيه وغطسه لجوه. هنا الصوره بدات توضح وتاخد شكل تجميلي. البطن هنا واخده بندولس ابدومين يعني متنيه على نفسها عامله زي القميص الواسع. فاحنا قعدنا تفصيل البطن. طبعا الصوره عشان مشدوده لفوق مش باينه قوي، يمكن تبان في الصوره اللي بعدها. لا بس افتر لا وضع مختلف تماما، يستحق انه نعملها. التجويف اول ما نتضايق منها ما نفكرش كتير. تجويف البطن بيرجع لجوه والوسط بيظهر فترجع الست كانها لسه ما اتجوزتش باستثناء الجرح. عشان برضو الناس تيجي تاني تقول لي الجرح هيختفي يا دكتور، اقول له ما فيش جرح في العالم بيختفي، لكن بيقل بيبهت بيقدم باستخدام التقنيه الحديثه في التعامل مع الجروح، سواء بلاستر من نوع معين تجميلي، مش بلاستر العادي بيباع في الصيدليات، لا بلاستر تجميلي او كريمات تجميل.
واحيانا بنلجأ للليزر، واحيانا نعمل حقن موضعي في الجرح علشان ما ياخدش شكل اللي هو الاحمر او أيوة. الشكل الوحش او الشكل اللي يفضل طول العمر مضايق المريض. تمام. وبنختار مكان الجرح في اماكن مختفيه اللي هو البيكيني لاين. ايوه. اللي هو لو المريض لابس الملابس الداخليه او المريضه لابسه الملابس الداخليه السفليه، الجرح ما يبانش. تمام. طب لو لابس مايو، لو راجل، العمليه بتعمل للرجاله برضه. دي ظهرت حديثا، دي في اخر 10 سنين. الرجاله دلوقتي بقوا خلاص يعني واقفين في الصف يعني وبينتظروا وبيعملوا، مفيش يعني دلوقتي من ال10 ممكن نعمل 3 رجال و7 سيدات يعني. طبعا من ال10 3 رجال و7 سيدات. فالعمليه دي لو هو الراجل لابس مايو على البحر تبان؟ ما تبانش. لو الست بتحب تلبس بيكيني ما يبانش الجرح. الصوره شكلها بيتحول الى شكل تجميلي، غير قبل كده كانت الصوره مختفيه. طيب. بتعمل افرازات وتعمل التهابات، وبقايا الملابس اللي هي القطن الزغب ده تخش في الصوره وهي بتخاف تنظفها من عمقها. طيب ترهلات الثدي بقى. ترهلات الثدي موضوعها موضوع جميل وسريعا والنبي يا دكتور، لانه انت الحقيقه انت موضوعك مهم جدا والوقت لازم اكيد هيعدي بسرعه. اتفضل. ترهلات الثدي. ترهلات الثدي ناتجه عن تخفيض الوزن، حد وزنه قل، واحده وزنها قل. ترهلات الثدي ناتجه عن تكرار الرضاعات، ناتجه عن اهمال لبس البراء بالنسبه للسيدات في البيت. معظم السيدات في البيوت ما بتلبسش البراءات، وده مش مظبوط. يعني كده انت بتحمل على الانسجه بتاعه الثدي فيحصل فيها ترهل. الاستك بتاع الثدي بيبوظ مع الوقت. فوقايه تلبس البراء معظم الوقت. وقايه بعد الرضاعه تبدا تعمل تمرينات لتقويه عضلات الصدر. العلاج عباره عن جريدز. العلاج جراحي، مراحل، عشان ما حدش يقول في اجهزه بتصلح وفي براهات بتصلح وفي كرسيات. هو واضح انه ما فيش غير الجراحه، ومفيش كريمات. الحل هو جراحي. حديثا القنوات بتاعت بير السلم دي بتقعد تحط الصف اللي بيتكتب الكلام يعني اللي بيتكتب تحت أنا ده، مش بحب اهاجم حد، لكن في كريم ومش عارفه يعيد الثدي الى وضعه الاولاني وجهاز وكلام من ده، كل ده لا. احنا دايما بنوجه المرضى بتوعنا طبعا الحاجات دي كلها مش واخده FDA ابروفد، مش واخده موافقه وزاره الصحه المصريه، تبقى غير معتمده عشان برضو وانت بتشتري. علاج الثديين هو حاجتين. يعني احنا من هنا برضو من هذا الموقع مهم ان احنا نناشد الناس، ارجوكم تابعوا المحطات المحترمه اللي ليها مصداقيه، زي المصداقيه والابروفال كده اللي بيجي من وزاره الصحه وبيجي طبعًا. من يعني اي جهه رسميه ما بتديش دوكيمنت بالتوثيق الا لما تدرس. تمام. يبقى تضمن انت. إذا احنا هنا بنتكلم في الجراحة بالنسبة للثدي، ولا بديل إلا الجراحة. تمام؟ تمام. طبعا احنا مشوارنا معاك ما انتهاش يا دكتور، ده هو ابتدى، وأنا متأكدة إن في ناس كتير جدا محضرة أسئلة كتير بننتظرها إن شاء الله في الوقفات القادمة مع حضرتك. أنا بشكرك شكر جزيل جدا دكتور أشرف كامل، استشاري جراحة التجميل والليزر والسمنة، وعضو جمعية جراحة التجميل المصرية، وزميل البورد المصري للجراحات المتخصصة، رئيس مجموعة إفروديت الشرق الأوسط. تحياتي مشاهدينا، وانتظروا الفقرة القادمة من طبيب اليوم.